لو حطيتي بقى حلة على النار نصها تكون مية، وتروحي نازلة عليها بكوباية ونص من العدس الأصفر، وتنزلي عليهم بحوالي 5 أو 6 حبات من التوم، وتنزلي عليهم بجزر وبصل وطماطم. كل ده هتكوني مقطعاه مكعبات، وبطاطس. يعني من كل حاجة 3 حبات، من كل حاجة 3 حبات. ركزوا معايا قوي. هنبتدي ان احنا نسيبها تغلي لحد ما تستوي كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي ان انا اديها كذا تقليبه علشان اطلع منها البخار عشان تبرد بسرعه. هقول لكم على الخطوه اللي بعدها. بعد كده هنروح منزلنا اول ما تبرد معايا حاجه بسيطه، هنبتدي ان احنا نحطها في الخلاط بتاعتنا. ماشي، هنضربهم حبه بحبه كده، وتكوني مجهزه جنبي مصفى يعني تحتها طبق علشان خاطر تصفي فيها. هنبتدي ان احنا نضرب المكونات بتاعتنا كلها في الخلاط. طبعا الوصفه دي سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكي وقت خالص. وغير كده مكوناتها بسيطة جدا، موجودة عندك في البيت، مش هتجيب اي اضافات خالص. يعني دي ممكن تسميها غدوة عشوة على حسب ما بتاكلوها. ماشي، هبتدي اضرب كل الكمية وهنزل بيها بالشكل ده. المصفى طبعا هتلاقوها هي بتنزل المكونات كلها، عشان المكونات مش تقيلة اوي، خفيفة. اول ما بتحطيها في المصفى هتلاقيها كلها بتنزل لوحدها كده تتصفى. طبعا زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، عملنا كمية حلوة قوي من شوية المكونات دي. هنبتدي بقى ان احنا نصفيها كويس، وبعد كده هنشيل المصفى. طبعا انتوا شايفين القوام بتاعه مظبوط جدا. هنبتدي نجيب حلتين معانا النهارده. هنعمل بقى ايه؟ شوربة عدس، وهنعمل العدس. ماشي، دي ليها طريقة ودي ليها طريقة، بس ركزوا معايا في كل حاجة. اول حاجه بنفس المكونات اللي هنزل بيها هنا، البهارات هنزل بالبهارات في الحله التانية. هنزل باول حاجه مرقه من ماجي، وهنزل بنص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكمون، وهنزل بنص معلقه من اللي هو الملح. هنبتدي ناخد الحلتين دول على النار. ماشي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واول ما يغلى هنبتدي ان احنا نقلبهم بالشكل ده. هنغطي اول حله، وتعالوا بقى هقول لكم العدس هنعمله ازاي. اول حاجة هنكون عندي شوية من الزيت. طبعا ده بواقي زيت عندي اللي هو بتاع البطاطس. هروح نازلة بيهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهجيب معايا كوباية وربع من الشعرية. طبعا دي ربع كيلو، يعني كوباية وربع. بعد كده هسيبها لحد ما تحمر كويس، وهروح جاية نازلة على الحلة التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بالشعرية على العدس. خلاص كده بقى ده جاهز معانا، والتاني بقى جاهز معانا، اخد غلوة ويدوبت رحت منزله. طبعا شايفين التاني خفيف شوية، ده اسمها شوربة العدس. لكن العدس اللي هو بيتعمل بالشعرية اللي انتوا شايفينه. خلاص كده الغدا بقت جاهزة معانا، وبتجهزي شوية عيش، لو عندك مخلل بتحطي او بتنجان مخلل تحطي جنبه، وبألف هنا. خلاص الغدوة جهزت او العشوة جهزت. اهم حاجة متنسوش تعملوا الفيديو ده شير كتير عشان يوصل لأكبر عدد، وتصلوا على الحبيب المصطفى وتقولوا ايه رأيكم بجد. ماشي، انا بحب اقراكم جدا في التعليقات. واشوفكم على خير. واهم حاجة تنسوش لو انتم مش متابعيني يا ريت تتابعوني. انا اسمي ياسمين ناصر. مع السلامة.